بارطاجيو الفيديوهات ديالي وديروا متابعه. المهم تابوناو مع هذا الاخ هذا اللي هو غنخلي لكم الاسم ديالو، مهدي فلوق. لو بلاصه شيرش يعني في فيسبوك ديروا السميه والكنيه وديروا له ابوني، لان بصراحه هذه الساهل لان هادو هما الناس اللي خصنا نشجعوهم. لان علاش كيبينوا الصنعه التقليديه ديال بلادنا واللي كيخدموها بيدهم، بحال الجليش البلدي او مثلا القط اللي كنقشوا عليه. عجبكم هذا الفيديو خلونا التعليقات ديالكم وبارطاجيو الفيديو، خليكم من الاول حتى لاخر الفيديو الصفحه ديالي. وشكرا لكم بزاف، كنشكركم بزاف متابعين اللي عندي في الصفحه، يعني كنشكركم بزاف. تحياتي لكم وتبارك الله عليكم. المهم اللي نصبغ هذا الكاس هذا ان شاء الله غندير ليه الصباغه ديالو، شويه ديال التوشيه شويه ديال اللعيبه. شكرا لكم والى اللقاء. معنا جا المغرب، معنا مزيان. شنو غادي يا جماعه شوف محليهم السلكتور الزوز اللي موجودين فوق، مالا زوز بنيات هذم ديريستو باش نكونوا نتعشيو فيهم. شوفوا الفراري هذه يا جماعه، تبعوا تاعك زهر هذايا. لا زهر ستور ما عندوش فراري، طابت علينا الفيسك هكاك اخويا. تبع هذم فازين وريناكم احلى معاد ومحلينا توانسه بصراحه، ومحليها المغرب وكازابلانكا وناسها باهين، وفي المغرب لا تستغرب. تابعونا يا سيدي شنو نتعشيو هنا. الكازا احلى المغرب، وقول معايا احلى زعره. الناس ديال شونس مرحبا. احلى زعره ستور، زعرة ستور، احلى زعره ستور هنا من قلب الحدث. محليها ناسهم المغرب ومحليها الكازابلانكا بصراحه اوبشن. السلام عليكم اخوتي. واحد الموضوع الشو داير ضجه في السوشيال ميديا. الزليج البلدي فاسي 100% باقي تقليد. ناس حاكمه العالم اللي جاو بالعلم ديالها وباش ما بغاو هذا الرجل وقطع الله يدير الخير. هذا واحد النسر طائر غادي يجي لواحد السياره ديال واحد السيد، واحد المشيشه صغيره داخله السياره، يجي يبغي الحيوانات يعطيو عبره اللي كيكون واقع الانسان في الحياه. يعني الحيوانات كيعطيو الناس كعبره. خرجوا معنا. شوفوا الطريقه كيفاش النسر غادي يبغي يهبط يهز المش. يعني الحيوانات خصنا ناخذ منهم عبره، لان هادشي راه واقع حتى الانسان البشر كيوقع ليه. يعني القوي كياكل الضعيف. ما كنشوفوا الاسد ملي كيمشي الغزاله كيحقر عليها مسكين، اولا كيمشي شي حيوان اخر ضعيف اللي كيعرف راسو ما غاديش يقاوم هذاك الاسد. هادشي راه واقع حتى البشر. هي انا بغيت نرقد والله جاتني معلومه. اولها قال الملك ديالنا الاب ديالنا روحي الحسن الثاني حاشانا الله ما عمل في الجوع. هاد الناس هادو الشعب العالم الاخر الا جايين من شي كوكب اخر جايين تصور معنا، لان نتيقوا في الناس ديالنا نتيقوا فيهم. حيت كاين بعض الناس اللي كيمشيو يتيقوا الناس ديال العالم الاخر كيمشيو يتيقوا. قالوا لهم يعني الملاعب غيكونوا موجودين في 11 شهر، يكونوا موجودين في 11 شهر. هما هاد الناس هادو ما غاديش يجيو يديروا شي حاجه بلا حساب، اولا غادي يقولوا شي حاجه بلا حساب. حيت هما ما خرج رئيس الجامعه الكره المغربيه اللي هو السيد القجع، ما خرج قال يعني الملاعب كاملين غادي يكونوا موجودين في 11 شهر، الا عارفين غادي يكونوا موجودين في 11 شهر. يعني ما يقدرش واحد الانسان وواحد المسؤول كبير في البلاد وغادي يخرج ويقول له الملاعب كاملين غيكونوا موجودين في ظرف 11 شهر. راه ما يمكنش، حيت هما هادشي كيكونوا ضاربين ليه حساب. الكرغوني راه صدعوني انا راسنا اقسم بالله. حاشانا الله ما عمل في الجوار. تصور جاتني معلومه سي امبوسيبل نخليها عندي، خاصني انا نقولها لكم انا الاول. المنتخب الوطني الجزائري سيلعب افتتاحيه كاس افريقيا 2025 في المغرب امام المنتخب السودان يوم 24 ديسمبر في الملعب مولاي الحسن بالرباط. صاي المباراه الثانيه يوم 28 ديسمبر امام المنتخب البوركينابي وكذلك على ملعب مولاي الحسن بالرباط. والمباراة الأخيرة سوف تكون أمام المنتخب الغيني الاستوائي يوم 31 ديسمبر في ملعب. عرفنا مع ما غادي نلعبوا، وعرفنا وين غادي نلعبوا، وعرفنا اسم تاع الملعب اللي غادي نلعبوا له. بصح الكارثة الكبرى تعرفوا شاه؟ شوفوا الملعب دركا كي راه. واه ما فهمتش انا. باقي عام وين؟ باقي 11 شهر، باقي 11 شهر على بداية كأس افريقيا 2025. شوفوا ملعب مولاي حسن اللي غادي يستقبل فيه المنتخب الوطني الجزائري منافسيه. شوفوا كي راه خوتي قطر قعدوا 10 سنين باش داروا 6 ملاعب. دابا العالم الاخر يصحابونا بحالهم، لان الملاعب هما اللي بناو. بوتفليقه رئيس ديالهم اللي مات الله يرحمه في عهد بوتفليقه
ملاعب 16 عام هما كيبنيو فيه، باقيين عايشين داك العصر الجاهلي. هما دوك الملاعب اللي بناو 16 عام هما كيبنيو فيه، هما كيصحابوا ريوسهم بحال المغاربه. حنا واقعين في الشركات المغربيه يبنيو الملاعب. المسؤول ملي كيخرج كيقول لك ملاعب غادي يكونوا موجودين في 11، هذوك الناس ما غاديش يخرج مسؤول اللي هو السيد القجع، مسؤول كبير في المغرب، ويخرج ويقول لك حتى داك الشيء راه بالحساب. حنا راه ماشي هما التهمه. باش نزيدوكم واحد القضيه، حنا كشعب مغربي او كمغاربه او كشركات مغربيه واثقين في الشركات ديالهم، ماشي هما نتوما. قلنا لكم الملاعب غادي يحطموا رقم القياس في العالم اللي غيكونوا موجودين في ظرف اقل من عام. نكملوا معكم الناس هادو. والمغرب مازال ماشي غير ستادنا، ستاد كاع تاع لي ستاد كاع كومبلي، لي ستاد اللي يديروا فيهم كوب دافريك كاع كيما كتبان في اخر ان شاء الله.